السلام عليكم. هنحضر مع بعض النهاردة لفة الجلاش بحشوة جديدة ومختلفة، وهقولك ازاي يطلع معاكي مورق وبصدر فرخة بس هنعمل بيها الحشوة بإذن الله. شايفين الجمال ومورق ازاي؟ هنسمي بسم الله، وأول حاجة هنحضرها هو الحشو. جبت بالظبط كده اهوت، حطيت صينية على النار ونزلت ب3 معالق كبار من الزيت، وجبت بالظبط بصلاية كده وسط وبشرتها ناعم ناعم خالص. تمام. واول ما البصلة تدبل معايا جبت حبايتين من الفلفل وقطعتهم مكعبات صغيرة. هقلب لو عندك فلفل سبايسي انزلي بيه. تمام. هقلب واول ما البصلة تاخد معايا لون ذهبي كده اهوت معايا كده بالظبط، آه صدر الفرخة اللي انا قلت لكم عليه، مسكته غسلته كويس جدا وصفيته من المية. تمام. وقطعته برضك مكعبات صغيرة خالص، واول ما انزل بيه هديله صدمة، ما اقلبش عشان ما ينزلش المية بتاعته. تمام. واول ما ياخد صدمة كده من تحت هبتدي ان انا اقلب. شايفين خد معايا لون بس لسه ما استواش معايا. تمام. جبت معايا كمان حبايتين من الطماطم يكونوا كبار وقطعتهم كمان مكعبات. هنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا قطعتها مكعبات بالشكل ده، وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض. هنزل بالملح المظبوط، وكمان نزلت بالسبع بهارات وشوية فلفل. هقلب عشان كل التوابل كده تدخل في بعضها، وبعدين هسيبها بقى لمدة 5 دقايق، اغطيها كده واسيبها لمدة 5 دقايق وبعدين هقفل عليها النار. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بقى بعد كده. عندي بالظبط كده نص كيلو من الجلاش. تمام. الصينية اللي انا استخدمتها كانت مقاس 30، دهنتها كويس بالمادة الدهنية. مسكت الجلاش بتاعي وقسمته على نصين، هاخد النص الاولاني وابتدي ان انا اخده من تحت. بالمناسبة انا ما خدتش ورقة، خدت كل ورقتين ودهنتهم بالمادة الدهنية بالفرشة. تمام. يعني مش ورقة، خدت كل ورقتين بالظبط، ودهنتها بالمادة الدهنية، وهيطلع معاكم ورق زي ما شفتيه كده في اول الفيديو. تمام. ولو حاسه ان في اي ورقه متقطعه حطيها في قلب الجلاش كده، مفيش اي مشكله خالص. ولو عندك الصينيه صغيره اتنيها. تمام. هبتدي ان انا انزل الخلطه بتاعتي بالشكل ده واوزعها كويس جدا، وبعد ما وزعتها هبتدي ان انا انزل بنص الكميه الجلاش اللي انا كنت سايباه، هنزل بيها كده من فوق. وزي ما قلت لك لو في اي قطع من الجلاش متقطعه حطيها واتنيها، وكل ورقتين، وابتدي ان انا ادهن كده اهوت بالفرشه بتاعتي بالسمنه اللي انا مسيحاها. تمام. بالنسبه للسمنه اللي انا سيحتها كانت كوبايه الا ربع بالظبط، وكمان اتفضلت منها ما خدتهاش كلها. تمام. هكمل كل الكميه عشان مش عايزه اطول عليكم. وزي ما قلت لكم كل ورقتين وابتدي ان انا ادهنها كده بالفرشه. ودي كده كانت اخر ورقه معايا، اخر ورقتين معايا حطيتهم كده من فوق. هبتدي ان انا ادهنها كويس جدا واظبطها كده بالسمنه كده من فوق، وازود شويه سمنه كده حلوين كده من فوق. هقطعها كمان قبل دخولها في الفرن، لازم تتقطع قبل دخولها في الفرن. وقبل ما تخش الفرن لازم الفرن يكون متولع قبلها ب5 دقايق، يعني هتخش كده فرن سابق التسخين على درجه حراره 180. بس قبل ما تخش الفرن لازم نقطعها كويس كده اهو. وبعد كده انا محضره معايا كوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه الا ربع كده من اللبن. حطيت كده بالظبط ربع كده معلقه صغيره كده من الملح، مش كتير. وقلبتها بالشكل ده، وابتدي ان انا انزل بيها بالجلاش واوزعها كويس جدا. ما تكتريش في نسبه اللبن عشان الجلاش بتاعك ما يعجنش معاكي ويطلع معاكي مورق. هبتدي ان انا اوزعها كويس على الجلاش. هدخلها الفرن على تاني رف من تحت، واول ما تاخد معايا كده لون من تحت وتستوي كويس هبتدي ان انا اولع عليها الشوايه على المتابعه المستمره.
وهتاخد معاكي لون حلو كده من فوق. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصل كل جديد بإذن الله. شايفين ما شاء الله حلوة جدا جدا ومورقة. عايزاكي بقى تعتمدي الحشوة اللي انا عملتها عشان ما شاء الله حلوة جدا جدا في الجلاش. شايفين ما شاء الله الجلاش بتاعي مورق، وهوريكي واخدة لون حلو جدا من فوق ومن تحت، وما شاء الله مورق. اعمليها بالتكات المظبوطة وان شاء الله تطلع معاكي زي العسل. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.